هاي يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي لمياء ودي قناتي اسمها عالم ليمو. ده اول فيديو لينا على القناة. يا رب يعجبكم. انا حبيت ابدأ الفيديو. اول فيديو نبدأه يكون روتين صباحي خفيف وبسيط كبداية تعارف ما بيننا. القناة دي هتلاقوا عليها كل حاجة في حياتنا. روتينات يومية وطبخات سهلة وتنظيفات وفلوجات، وكمان هيبقى فيها نصايح هتفيد اي بنوتة في بيتها. وهنا خلاص فطرنا، نغسل بقى الاطباق اللي اتبهدلت. عاوزه اقول لكم ان انا متحمسه جدا ابدا معاكم الرحله دي، وان شاء الله القناه تكبر بيكم ومعاكم ونكون اجمل عيله. نصيحه احب اقولها لاي بنوته لسه متجوزه جديد او مامي ومضغوطه بسبب الاطفال والبيت والمسؤوليه اللي بتبقى على دماغنا كلنا. عاوزة أقولك إن حياتنا مش لازم تكون مثالية عشان تكون جميلة. ساعات بنضغط نفسنا إن البيت يبقى متوضب 24 ساعة، أو الأكل يبقى كامل ومظبوط على طول، أو إننا نلحق نعمل كل حاجة في يوم واحد بس. الحقيقة الراحة مش هنا، الراحة في البساطة. إنك تخلي لنفسك مساحة إنك تغلطي وتتعلمي. جربي كل يوم تختاري حاجة صغيرة بس تخلصيها، حتى لو كانت حاجة بسيطة زي ترتيب رف أو طبخة سريعة أو حتى نص ساعة راحة لنفسك. صدقيني الإحساس بالإنجاز الصغير ده هو اللي بيخلي اليوم يعدي بخفة كده. افتكري دايما إن البيت مش هيخلص والشغل مش هيخلص، لكن إحساسك بنفسك هو اللي بيفرق. خدي الأمور بهدوء وما تقارنيش نفسك بحد، لأن كل بيت وله ظروفه وكل ست ولها طريقتها. أهم حاجة إنك تعيشي حياتك باللي يريحك وتستمتعي بتفاصيلك حتى لو كانت صغيرة. كلنا عارفين إن النظافة من الحاجات الأساسية في البيت. مفيش ست بتحب تشوف بيتها مكركب أو مش نظيف أو مرتب. احنا بطبعنا بنبقى عايزين البيت نظيف ومرتب عشان يدينا طاقة حلوة لينا ولولادنا ويدخل علينا بالراحة النفسية. بس في نفس الوقت لازم ناخد بالنا من نفسنا، لأن الشغل عمره ما بيخلص. كل يوم هتلاقي فيه شغل جديد، وكل يوم غسيل وطبيخ وترويق. مهما عملنا هتلاقي تاني يوم في حاجات جديدة. عشان كده مهم اننا نرتب اولوياتنا ونقسم الشغل على قد ما نقدر. يعني مش لازم نضغط على نفسنا ونعمل كل حاجة في يوم واحد. لو خلصت الاساسيات اللي تخلي البيت نظيف ومترتب وتعيشي فيه مبسوطة يبقى كفاية جدا، وبكرة نكمل الناقص. الفكرة مش اننا نسيب البيت، لا طبعا البيت محتاج اهتمام ونظافة، بس برضه محتاج ان صاحبته تكون مرتاحة وواقفة على رجليها، لان لو تعبنا نفسنا زيادة مش هنقدر نكمل بنفس القوة. فخلي دايما شغلك متوازن، خدي بالك من بيتك وفي نفس الوقت خلي بالك من نفسك، وكل حاجة هتتم على مهلك. والأهم إن البيت يبقى مليان راحة وهدوء مش ضغط وتعب. يعني مثلا بدل ما تضغطي على نفسك وتعملي البيت كله في يوم واحد، قسم الشغل النهاردة. رتبي الأوضة اللي بتقعدوا فيها أكتر، هتحسي إنك بتنجزي من غير ما تتعبي نفسك. كمان حاولي تخلي الأولويات واضحة. أهم حاجة المطبخ الحمام يبقوا نضاف، عشان دول اللي بيأثروا على صحة البيت كله. الحاجات التانية زي التراب خفيف أو رف عايز يتلمع ممكن يستنى عادي لتاني يوم. وما تنسيش نفسك وسط كل ده. خدي وقت ترتاحي فيه، حتى لو نص ساعة تقعدي تشربي فيها شاي أو قهوة. صدقيني الراحة دي هترجعلك طاقتك تاني تعملي بيها باقي الشغل من غير ما تحسي انك مضغوطة. واوعوا تنسوا ان الهدف مش البيت يبقى فندق بيلمع 24 ساعة في وجود أطفال. لا، الهدف اننا نعيش فيه مبسوطين وولادنا عارفين يستمتعوا بأمهم وحبهم ليها. ليهم الحق يكون ليهم جزء من يومنا هما بس. البيت اللي فيه ست مرتاحة وهادية أهم بكتير من اللي كله لامع لكن صاحبته تعبانة ومجهدة. بس كده أنا كده خلصت الكلمتين اللي عاوزة أقولهم. يا رب تكوني استفدتي من أي حاجة قلتها. أنا كده خلصت يومي. أنا النهاردة يومي كان بسيط خالص، روتين خفيف خالص خالص. أنا كنت مروقة البيت من امبارح، كان البيت مفهوش أي حاجة غير شوية غسيل. غسلت ونشرت ولميت هدوم وطبقتها. مش هنعمل غدا النهاردة، فاليوم سهل وبسيط مفهوش اي توتر ولا اي تعب ولا حاجة. انا مش بسيب البيت يتبهدل مني مرة واحدة، لا انا على طول ايديا في الحاجة، فتلاقي البيت مش بيتبهدل ولا حاجة. اي حاجة بتبوظ
بصلحها على طول وبنضفها على طول، فهتلاقي نفسك ما انتيش مضغوطة. اعملي كده وما تراكميش الدنيا عليكي، وعشان تكون اهم حاجة نفسيتك وسلامك النفسي، انتي تكوني مرتاحة من جوه، وبيتنا اهم حاجة بتصلح نفسيتنا. بس يا حبايب قلبي انا كده خلصت الروتين. يا رب اشوفكم في روتين تاني ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.